من جوه مصانع البسطرمه. اكتر حاجتين عليهم جدل في مصر البسطرمه واللانشون. اللانشون والبسطرمه، اكلات بنحبها لانشون اللحم بيتعمل كده، بس وراها دايما سؤال: البسطرمه دي بتتعمل من ايه؟ هل السوسيس بيتعمل من لحم الفيران؟ احنا بناكل ايه بالظبط؟ دي اللحمه اللي بيتعمل منها اللانشون. ناس تقول لك اللانشون ده كله اضافات، الحاجات اللي بتتحط على اللانشون دي وان البسطرمه مضره ومش كويسه، لا اللحمه دي مش بلدي. بقيتها بسطرمه فعلا. وما بين الشائعات والاساطير والحكايات اللي بتتقال من غير دليل، بتتعمل من بواقي الدجاج. الحقيقه ضايعه. لحم طبيعي ولا في جزء منه لحم وحاجات تانية؟ في الفيديو ده انا نازل ادور على الاجابه بنفسي. من هنا بيطلع اللانشون، ده اصل البسطرمه. يعني انا ينفع اشتري لانشون ب 10 جنيه؟ طبعا لا، ينفع اشتري لانشون ب 20 جنيه؟ ولا ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه؟ ولا ب 50 جنيه. هشوف ازاي اللانشون والبسطرمه فعلا بيتصنعوا، اهلا بيكم في البسطرمه. ايه بيخش فيهم، نشاره خشب في مصنع لانشون. وايه اللي اتقال عنهم، وايه صحتهم. هل نقدر نقول انك لو لقيت كيلو البسطرمه ب 100 جنيه او اقل فانت بتخاطر بمعدتك؟ لو انت بتحب البسطرمه الفيديو ده ليك. خش شوف الدنيا فيها ايه. استورد ده. طب ايه ناخد مقاسات منين؟ عشان تخش المصنع هنلاقي. وصلنا واحد من اشهر مصانع اللانشون والبسطرمه في مصر عشان نكتشف ازاي الصناعه دي بتتعمل. دي اللحمه اللي بيتعمل منها اللانشون، ده اصل البسطرمه. ايه اللي جوه اللانشون؟ ايه اللي جوه البسطرمه؟ بيتعملوا من ايه؟ بالنسبه لمكان التعقيم، حد داخل صاله الانتاج لازم بيبقى فيه منطقه دي اللي هي منطقه التعقيم بتاعه الدخول للصاله، ودي عباره عن ماكينه بتضخ لايديك سائل عن طريق سنسور، وبتبدا تغسل ايدك لمده 40 ثانيه بحيث ان انت تطمن ان مفيش اي نوع من انواع الملوثات على ايدك قبل ما تدخل لمنطقه حرم المصنع. ويظهر قدامك هنا الضوء الاصفر ده، تدخل ايديك علشان تعقم ايدك. دي حاجه اساسيه. هنا في منطقه بتبقى في هنا بالنسبه لك ده غسيل للكزلك، لازم يحس بيها. بس اغسل ايدك، امسح ايدك بقى كويس. ده مطهر. دي بسطرمه؟ يعني هي في قطعيه معينه في البقره هي دي اللي بتعمل منها البسطرمه؟ طبعا اللي هي وش فخده، احنا شغالين وش فخده. الجزار يبدا يطلع قطع الدهون والاغطيه بتاعه اللحمه بحيث ان هو يخليها لحمه حمراء صافيه. بس لا، اللحمه دي مش بلدي. مش بلدي؟ لا مش بلدي، لا. احنا بنشتغل برازيلي وجنوب افريقيا. وهل ده افضل حاجه للمنتج ده؟ الكواليتي بتاعتنا طبعا. وهل في حد مثلا في مصر شغال بلحم بلدي ولا هو كله مستورد؟ نقدر نقول 99.9 من الناس بتصنع بلحمه مستورده. هل بيفرق في هل ممكن يفرق؟ ليه بيفرق في الكواليتي؟ انا هقول لحضرتك مثلا على حاجه. وانا جايين مثلا بنجيب وليكن لحمه جنوب افريقيا او برازيل، انا بختار قطعيه معينه من الكركس اللي هي الذبيحه. يعني لو في حد شغال بلحمه بلدي وعاوز انتج مثلا وليكن، لو انا عاوز وش فخده مثلا، عاوز 20 طن وش فخده ولحم خام من الكركس، دول هيجوا من كام ذبيحه؟ كتير جدا قوي. للاسف الثروه الحيوانيه في مصر ما هياش اللي تغطي الكلام ده. اوكي. لكن يعني انت لو بتتكلم في البرازيل، انت بتقول انا محتاج كونتينر كامل الثلاث قطعيات دول، فهيجوا لك الكونتينر كامل. اوكي. من جنوب افريقيا هقول لهم انا عاوز رقبه وكتف ومحتاج كونتينر، هيبعت لك القطعيه. يعني انت في قطعيه معينه. وش فخده. وش فخده دي احسن قطعيه انت ممكن تعمل منها بسطرمه. ليه؟ اول حاجه نسيج اللحمه هو نسيج سوفت، نفس الوقت بيتشرب للملح بشكل ممتاز عن طريق التفصيله اللي بيعملها المتخصص في تصنيع اللحم. الفتحات دي عشان حاجه اسمها الخاصيه الاسموزيه، انت بتحشي الخليط بتاعك، بنحطها جوه الفتحات دي بحيث ان الملح يبدا يتخللها لكل انسجه اللحمه من جوه ومن بره، فمن الاخر تبقى حته اللحمه كلها متجانسه، تقطع في النص هتلاقي نفس الطعم بتاع بالظبط. بالظبط. وتضمن ان التجفيف عن طريق التمليح ونسبه الملح اللي انت عايز توصلها للنسيج العضلي وصلت للنسبه المقرره. هل لو مثلا الناس خدت مثلا كتف او حاجه طعم البسطرمه يختلف ولا مثلا اكيد القطعيه؟ اكيد هيتغير. كل قطعيه فيها ليها طعم مختلف. نسبه الدهن واللحم اللي موجوده في القطعيه والنسيج العضلي نفسه بيأثر على تشرب العضله للملح او التوابل اللي موجوده جوه الخلطه بتاعه البسطرمه.
وعلى الاساس ده بتدي الجوده بتاعتها اثناء تشغيلها في الوقت اللي انت محدده. مرحله بعد كده اللي هي مرحله التمليح، وزي ما قلنا احنا بندخل الملح بالخلطه بتاعتنا لجوه التجاويف اللي احنا عاملينها بطريقه معينه جوه قطعه اللحمه عشان نوصل نسبه تركيز الملح والطعم تكون متوزعه في كل قطعيه اللحمه. في حاجه مهمه تاخدوا بالكم منها، ان الملح ده حاجه ثابته دايما معانا في كل حاجه، في الجبنه، في الفسيخ، في البسطرمه، فيعني الملح ده الله ينور. ده عباره عن خليط ما بين ملح واضافات اللي هي بتميز المواصفه بتاعتنا. ده يعني ايه بيملاها ملح لحد ما بتقول كفايه، وعشان تضمن ان توزيع الملح يكون فيها بالنسبه المطلوبه، وده بيعمله في كل قطعيه لحمه من دول. وفي الاخر بيطمن ان ما بين الرقه والرقبه اللي هيرصها عباره عن برضه نسبه ملح. ها؟ دي هتقعد كده في الملح من 12 ل 20 ساعه قاعده في الملح. قاعده في الملح في مكان معين ولا في هنا؟ بنحطها في جزء مبرد بعد ما بتتملح بالشكل ده وتوصل لنسبه الملح اللي احنا عايزينها. تمام. بنبدا ناخد قطعيه اللحمه دي نعمل لها عمليه شطف بالميه علشان نتخلص من الملح الزياده. بنغسلها بشكل معين بحيث ان احنا نطلع كل الملح الزياده اللي جواها. طيب الناس بتقول رغم ان البسطرمه هي لحمه وكده ولكنها مضره للناس، هل ده كلام حقيقي؟ احنا دايما بنقول ايه؟ لا تفرط، يعني ما تزودش في اكل. يعني مثلا النهارده انت لو بتاكل كل يوم لحمه حتى خام، لحمه خام، بتستهلك لحمه خام كل يوم وبكميات كبيره، هيعود عليك بايه؟ بمرض النقرس. التوازن هو سر الصحه لاي بني ادم. انت احتياجاتك في اليوم من البروتينات قد كده، هاخدها بقى من الحليب ومن البيض ومن منتجات اللحوم ومن اللحوم الخام. في الاخر اكون متوازن في استهلاكي. مش بس بسطرمه، انت قصدك اي حاجه بالعموم، حتى لو هتاكل، حتى لو كربوهيدرات، حتى لو هتاكل عيش. بس هي كبسطرمه كمنتج اكلها مضر ولا مش مضر؟ لا، احنا بناكلها كل يوم تقريبا مع بعض، يعني احنا بندوقها. انا واحد من الناس اي منتج بيتم في المصنع انا من ضمن لجنه التذوق. مش عشان البوزيشن، لا، عشان ان انا عندي خبره في الموضوع فبعرف اتذوق. وفي اللجنه دي اكتر من 7-8 افراد، كل واحد فيهم بيدوقها كل يوم. دلوقتي هم كده بيغسلوا الملح من البسطرمه بعد ما عدى عليها 20 ساعه، بيبدا بقى تخش المرحله اللي بعدها. طبعا احنا ما قعدناش استنينا 24 ساعه، هم اوريدي عندهم طبعا انتاج يومي، فده المفروض ان دي عدى عليها 20 ساعه. لا، دي بعد ما اتملت ميه كده هيبدا يدخل الميه جوه الفتحات اللي هو كان عاملها وينزل منها، وخلاص على كده بقى تروح للمكبس. هو بيحاول طبعا يصفيها من كل الملح اللي فيها على قد ما يقدر عشان تخش المرحله اللي بعد كده، لان هي طبعا لو انت اكلت بسطرمه وحسيت فيها بملوحه عاليه ده معناه ان هي مرحله من المراحل دي ما اتعملتش بشكل مظبوط. دي بقى اخر مرحله في البسطرمه، ان هو خلاص بعد ما اتكبست وقعدت شويه حلوين بيحطها بقى في البرايم بتاعها ده اللي هو عباره عن بهارات. احنا خلاص دلوقتي هنخش اخر مرحله للبسطرمه قبل ما بتتغلف. المفروض البسطرمه في الفرن بقى لها من 6 ل 8 ساعات. دلوقتي هنخش نشوفها. ايه الفرق بين تصنيع البسطرمه بالطريقه التقليديه او البلدي زي ما بنقول والطريقه اللي انتوا بتستخدموها؟ الفرق الاساسي هو في مرحله التجفيف. انك في مرحله التجفيف هنا احنا بنستخدم افران مظبوط لها برنامج بدرجه معينه، برطوبه معينه، بسرعه هواء معينه، علشان نجفف البسطرمه في وقت معين ونوصل لدرجه الرطوبه القليله اللي احنا متارجتينها فيه، مع الحفاظ على نسبه الملح واللون والشكل والطعم اللي احنا شغالين عليه. في البسطرمه اللي هي بالطريقه البلديه او التراديشنال القديمه، الناس بيعمل لها عمليه تنشير في غرف بيكون بيتخللها الهواء والشمس، او انه بيعمل لها نوع من انواع المراوح تعمل لها كوت خفيف جدا جدا ينشف الطبقه الخارجيه فقط من الغطاء بتاعها اللي هو بيبقى مكون من الحلبه والثوم والالوان وغيره وغيره. التقليدي بياخد وقت قد ايه عشان يتعمل، وانت بتاخد وقت قد ايه عشان تعمل البسطرمه؟ مراحل تصنيعها عندنا من اول الاوردر لحد ما تتسلم 5 ايام تقريبا. ممكن في طريقه بلديه اسرع من كده بكتير. اسرع من كده بكتير.
الاحكام بتاع الغلق بتاع المكنه ده، مفيش فيه روايح، مفيش فيه ابخره. والبرنامج طبعا مظبوط عشان يضمن حاجتين، اول حاجه ان المنتج يخرج بالجوده والشكل والطعم اللي الناس دايما متعوده عليه، تاني حاجه انك تضمن ان المنتج خرج عند درجه الحراره المناسبه اللي اتقتل بيها اي نوع من انواع البكتيريا او الميكروبات اللي موجوده فيه. الفرن بيتظبط ببرنامج معين بيتحط فيه درجه الحراره والرطوبه، وانت بتوصلها لدرجه الجفاف اللي انت محتاجها عشان تخرجها للمنتج، وبعد كده بيتعمل عليها بقيه المراحل قبل الخروج للسوق. البرنامج بيفصل اوتوماتيك عن طريق السرينه بتقول لك ان انا خلصت، تعال اعمل تشيك على المنتج بتاعك. كده البسطرمه جاهزه. اوه، بص البسطرمه، وده المنتج النهائي للبسطرمه. اهلا بيكم في البسطرمه. خلينا نتاكد ان البسطرمه بسطرمه فعلا. ما شاء الله، كده هي خلاص جاهزه. تعرف منين بقى ان هي كده تمام؟ ان احنا بنعرف من الشكل الظاهري مبدئيا والريحه والقوام انها وصلت للشكل المطلوب، وبعد كده بنعمل عليها المعاملات الفحص بتاعت الجوده، سواء خاصه بالمعاملات الفحص الحسي او المعامل الميكروبيولوجيه والكيميائيه عشان نتاكد انها مطابقه للمواصفات. ممكن نقول ان مش كل المنتجات اللي موجوده في السوق واسمها بسطرمه هي بسطرمه، طريقه تصنيعها مختلف عن الطريقه دي، صح؟ صح، كل مصنع ليه طريقته. من الحاجات اللي انا كنت عايز اعرف جدا سر صناعتها هي البسطرمه البلدي، بس للاسف بعد محاولات كتيره جدا ان انا اروح واصور اماكن بتعمل بسطرمه بلدي، كلها محاولات بقت بالفشل. حاولت كتير جدا مع اسامي معروفه في مصر واماكن كتيره جدا ان انا اروح اصور عندهم، ولكن كله كان في الاخر بيرفض. الله اعلم ليه، معرفش ليه، ولكن حاولت. حاجه من الحاجات برضو اللي الناس بتسال عليها بتعمل ازاي هي السوسيس والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت، اللي هي برضو لحم مصنع بطريقه ما. الناس دايما تقول لك ايه، اللانشون والسوسيس والحاجات دي بتتعمل من بواقي الدجاج. لا، زي ما حضرتك شايف كده احنا بنفرم هنا شيش مع خلطه من الفيليه، اتنين مع بعض بنسبه معينه عشان تدي المواصفه اللي احنا عايزينها، لان كل واحد فيه ليهم ميزه. الشيش بيبقى فيه نسبه بروتين وفات معينه، نفس الحكايه الفيليه في نفس القصه. بنعمل احنا الخلطه بتاعتنا ما بين الاتنين وبعض، بنفرمها وبعدين بناخدها ونحط عليها اضافاتنا ونحطها على الخلاط الميكسر علشان نطلع نعمل عمليه التجانس المطلوبه. هنا بعد ما خلطنا اللحم مع التوابل مع الاضافات الخاصه بمنتج الفرانكفورتر، بنحط له نعمل له عمليه الخلط دي لوقت معين لحد ما نوصل للتجانس المطلوب. اول ما بنوصل للتجانس المطلوب ويديلنا القوام والشده والمطه المطلوبه بتاعه البروتين، بنبدا نقول ان المنتج بتاعنا جاهز لمرحله التعبئه. وزي يعني ما حضرتك فراخ مع توابل، فراخ مع توابل زي ما حضرتك شفتها من شويه اللي هي ريحتها وهي بدأت بتتفرم، تظهر. وهنا بدات التوابل تتخلط عليها وكل الاضافات لحد ما نتاكد ان التجانس بتاعها وصل لحد 100%. بصوا الفراخ بقت عامله زي المعجون، كأنها معجون. المكنه دي اسمها مكنه التمبلر، دي وظيفتها انها بتعمل مساج لقطع اللحمه عشان تخرج البروتين بتاعها على السطح ويخليها وهي اندر فاكيوم تسحب التوابل والاضافات اللي احنا عايزين ندخلها لجوه النسيج اللحمي نتيجه المساج مع الفاكيوم، فبيحصل التشرب لكل قطعه اللحمه داخلي وخارجي وتدي قوام ممتاز. نشارة خشب في مصنع لانشون علشان شغالين تدخين طبيعي، بنجيب نشارة خشب معينة بنستوردها من بره مصر وبنجيب من جوه مصر. لما بيكون عندنا طلب على منتجات مدخنة بنبدأ نحطها هنا بشكل ان احنا بنحط الفليكس دي. يعني اللانشون المدخن انت لازم اصلا فعلا تعمل له حاجه. ده فرانكفورتر الدجاج المدخن. تمام. بنحط النشارة في المكنة، بينزل كمية معينة على سخان مظبوط على درجة حرارة معينة عشان يطلع الريحة بتاعة الدخان بدرجة معينة، بتتسحب مع هواء تدخل تتوزع جوه الفرن على المنتج الفرانكفورتر الدجاج. فيدي الطعم المدخن، يدي الطعم والريحة المدخنة واللون المدخن. النهارده المستهلك ازاي يقدر يفرق بين
المنتج كويس والمنتج اللي مش كويس في اللانشون والبسطرمه؟ كيلو الفراخ حي النهارده مثلا بتتكلم في المتوسط في اخر سنه ما بين 80 ل 85 جنيه. لو انا هطلع منه لحم، يعني هشيل بقى العظم والجلد والاحشاء والريش وكده، فانت بتشيل منه مش اقل من 45%. فالكيلو بقى ب 130 جنيه، ده هو من غير ما يتخلي، ما عملتش فيه اي شغل، لسه هيتحط بقى عليه التكاليف وغيره وغيره ونقله. هتلاقي ان كيلو الفيليه مثلا عند ارخص حد هيوصل لحد من 180 ل 200 جنيه مثلا. فانت عقبال ما تصنع الموضوع ده هاخد بقى، انا اشتريت الخام ده ب 200 جنيه بقى، ده دي كلها فرضيات. ال 200 جنيه دولت علشان اصنعه واحط عليه الماكينات دي واستهلك له كهرباء وطاقه وغلايات. فانت بتقول في الاخر ان انا عندي تكاليف معينه للجوده دي. حاجه عايز تكون فيها نسبه بروتين معقوله ومتوازنه، اعتقد ان انت بتتكلم مش اقل من 30 ل 35 جنيه التمن. يعني اقل من 35 جنيه، من 30 ل 35 جنيه التمن. التمن. انت بتتكلم كده، ده دي مش متوازنه، يعني مش هيكون فيها فايده البروتين، لان كده انت بتتكلم ان سعر اللانشون تقريبا حوالي 250 جنيه الكيلو، وده اقل من كده هيبقى فيه مواد مالئه كتير، اللي هو يعني بيكون فيه نسبه نشا وكلام من ده. يعني انت لو بتشتري لانشون تمن اقل من 30 35 جنيه فده مشكوك في امره. بعد ما خلصنا عمليه الخلط بنبدا نعمل عمليه التشكيل للفرانكفورتر او الهوت دوج على مكنه اللي هي مكنه الفيلر، التعبئه. التكنولوجيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مكنه التعبئه اللي هي الفيلر، بتدخل العجينه زي ما قلنا في اي حاجه جوه الكيسنج بتاعها او الغلاف بتاعها. اثناء التعبئه بتعدي العجينه على مكنه كشف المعادن، عشان دي من ضمن خطوات السلامه، بحيث ان هو تبقى مطمن ان العجينه نتيجه المعاملات اللي اثناء التشغيل بتتعرض لسكاكين وادوات ومعدات معدنيه. الجهاز ده لو في اي نوع من انواع المعادن، الجهاز ده بيعمل ليها رفض، بيقف وبعدين بيطرد العجينه دي يرميها في باكت مخصوص عشان ده يتاخد يتعدم. هو بيملى الماسوره الاول وبعدين هيدكك الكيسنج. العجينه احنا دلوقتي بنختبرها والاشاره بتاعتنا خضراء، ادينا شغالين كده خلاص. اول ما هيتملي خلاص العجينه اتملت، هيبدا ياخد الشويه بتوعه ويبدا يحط الكيسنج ويبدا يشتغل. المكنه دي بنرفع فيها العجينه. العجينه طالعه اهي، العجينه طالعه اهيت عن طريق اسانسير مخصوص. هنا العجينه اللي احنا عملناها خلاص، هنبدا نعمل لها عمليه التشكيل جوه الاغلفه دي. الغلاف ده عباره عن غلاف طبيعي معمول من السليلوز اللي هو على الفرنك من بره، لكن احنا ده قبل ما بننزله للعميل بنقشره. تمام. يعني احنا ده مجرد عن ان هو بيشكل الانبوب ده بقطر معين، بيدي للفرانكفورتر او الهوت دوج المقاس اللي انت طالبه. هنبدا نشتغل. طبعا دي احدث ماكينات ممكن تتخيلها في العالم. بص طلع ازاي. هو بيعمل هانجنج لوحده كمان، بيكون الشكل وبيبدا اوتوماتيك الخط يبدا هيعمل عمليه التعليق كمان. التعليق ده زي ما احنا عارفين شايفين بشكل معين. اللي جوه السجق ده دلوقتي كام في المية لحم فراخ وكام في المية ايه؟ احنا المكونات بتاعتنا النسبة العظمى من منتجاتنا احنا كسرين 75% من المحتوى اللحمي. تمام. بنحط معاها شوية مية علشان نخلي المنتج بتاعنا سهل التشكيل، وبعد كده بنحط معاه ملح وبروتينات خارجية علشان يديلنا القوام المطلوب والتوابل، والمنتج بتاعنا يبقى جاهز كده على التشكيل والطبخ. بص بقى كده، ده بقى المنتج النهائي. ده المنتج بعد ما تشكل الفرنك ورايح يطبخ. بس انت بتشيل بقى الغلاف اللي بره ده اللي هو ده بعد الطبخ وخلاص تمام التبريد، بنبدا نعمل له عمليه التقشير اللي هو البيلينج، لان ده ما ينفعش الناس تاكل بده. لا ده سيلولوز نون ايدابل، يعني مش قابل للاكل. قابل للاكل لكن مش ضار. هو اصلا رقيق جدا، ده عباره عن ورق مصنوع من النباتات. طب هو اللانشون دي صلاحيه 4 شهور في مصر. 4 شهور في مصر 4 شهور. اعرف منين بقى ان هو ما زال في الصلاحيه او عدى الصلاحيه؟ طيب لو انت كمستهلك فتحت اللانشون شميت ريحه غريبه غير اللي انت متعود عليها، او اللون غير الطبيعي، او حسيت ان هو بقى مهري كده، بقى في مشكله حصلت في اللانشون نتيجه ان هو مثلا وليكن اتخزن في ظروف خطا، او اتحرك بيه المندوب في ظروف خطا، او ان هو اتعرض في محلات بشكل خطا. طب انا كمستهلك اخزنه ازاي؟
انت كمستهلك تخزنه ازاي. لو انت شاري شرايح، افضل حاجه ليه انك تلفه بشكل كويس، ودايما تشتري على قد استهلاك يوم او يوم ونص او يومين بالكتير قوي، وبيتحط في مكان هو ابرد مكان في الثلاجه فيه درجه الحراره من 1 ل4. يلا بسم الله توكل على الله. السوسيس بيتعمل نفس عمليه اللانشون، الفرق ما بينهم بس ان هو بيغير حاجه في المكنه هنا، فبتطلع شكل مختلف، بدل ما بتطلع السوسيس ده بتطلع لانشون. الدباسه دي اوتوماتيك، بتضمن لك ان مفيش حد بيتدخل وانت شغال انه دخل العجينه جوه الكيسنج. طبعا الفروقات ما بين اللانشون الفراخ واللحمه مش كبيره، هي طبعا هنا دخلنا فرمنا اللحمه، المكنه اللي بيخش فيها الفراخ ما ينفعش يخش فيها لحمه، تطلع اللحمه مفرومه كده، وبعد كده بتخش يعتبر نفس المراحل بتاعه الفراخ. هل في فرق بين اللانشون اللحمه والفراخ؟ في التصنيع اولموست ذا سيم، الاتنين واحد. الاثنين تقريبا نفس الطريقه، التوابل مختلفه. اللي بيليق على اللحمه غير اللي بيليق على الفراخ. طيب كده ده اخر مرحله في اللانشون، زي ما انتم شايفين قعد في الفرن 3 ساعات، اخذ مرحله التسويه، وكده يبقى جاهز ان هو يبرد، وبعد كده ناكل مام. يعني كل دي انواع اللحمه المصنعه. دي انواع اللحوم المصنعه، ده تمام. اللي احنا عبيناه تحت مع بعض على الدباسه من شويه. ايه ال 100% لحم وايه مش 100% لحم ونسبه كام وهكذا؟ انت بتقولي ده من 70 ل 80% 80% لحمه ده بتاعنا اهو. والباقي الباقي ده 100% زي ما حضرتك شايف كده، مجرد ان انت نقدر نقول عليه 98، لان الباقي عباره عن شويه املاح والتوابل، وهي عاده بتبقى اقل من 2%. نفس الحكايه بالنسبه دي قطعه فراخ عادي، دي قطعه صدر كامله، فده 100% طبيعي فراخ. لحمه فراخ تمام. طبيعي مع نسبه الملح والتوابل اللي بتتحط لها. طيب دي احنا قلنا مثلا 70% فراخ، الباقي بقى ايه عشان المشاهد يبقى عارف ايه قلنا هو؟ بنحط جزء من الميه والملح والتوابل ومواد رابطه، هو ده اللي بيكمل بقيه ال 26% تقريبا. بس كل الحاجات اللي بتتحط على اللانشون دي صحيه طبعا، يعني مفيش حاجه اي مثلا حاجه ممكن تأذي الحاجات دي الناس. كلها مقننه من جهاز سلامه الغذاء، واحنا ملتزمين بكل المعايير اللي بتتحط في المنتج. وكمان من ضمن الامانه ان انت لازم تكتب على الليبل بتاع المنتج بتاعك مكوناتك اللي موجوده. مش مملحه بس مش دي البسطرمه اللي انا متعود عليها.